مساء الخير، أنا المرشدة السياحية والنهاردة قصة فيلم نادر جدا. فيلمنا النهاردة الفيلم النادر شيء من لا شيء. فيلم من مفقودات السينما المصرية، وممكن تكون أول مرة تسمع عنه. تاريخ العرض 10 أكتوبر 1938. مدة عرض الفيلم 120 دقيقة. عمر الفيلم 86 سنة، والفيلم من مفقودات السينما المصرية. إخراج أحمد بدرخان. تأليف بديع خيري. أما عن طاقم العمل فهو من بطولة نجاة علي، إبراهيم الجزار، عبد اللطيف جمجوم، يحيى نجاتي، نينا زكي، عبد الفتاح الأسري، صفا الجميل، إبراهيم عمارة، فؤاد شفيق، صوفي دمتري، بيبة إبراهيم، نسيم ندى. أما عن قصة الفيلم فبتدور الأحداث في عصر المماليك. كان في سلطان حب يخلص من أخوه علشان ياخد الملك مكانه، وبالفعل خلص منه وخد الملك، وخد كمان بنته الوحيدة ورباها. والبنت دي في الوقت ده كان عندها 2 سنين، وهو كان عنده ولد وحيد عنده 3 سنين. بعد 20 سنة حب يجوز بنت أخوه لابنه، وبالفعل عرض عليها الجوازة، وهي رفضت، لأن من وهي طفلة كانت بتحس من ناحية عمها ده بحاجة من الخيانة. كانت بتحس إن إيديه مليانة دم من أبوها، وما كانتش بترتاح له، فرفضت إن هي تتجوز ابن عمها، لأن هي حست إن هي كده بتعمل عمل ممكن يكون هي اللي ساعدته في قتل أبوها. إحساس غريب قوي كده ومريب. إزاي اللي قتل أبويا حتى لو أنا مش متأكدة أتجوز ابنه؟ المهم بعد ما هو شافها إن هي رافضة، قرر إنه يعاقبها، وعرض عليها الجواز مرة تانية من أحد الإرهابيين اللي كانوا موجودين في السجن، واسمه هلال، وهي اسمها نجمة. وبالفعل وافقت، لأن هلال ما كانش مجرم وما كانش إرهابي، ولكن كان محطوط في السجن افتراء. وأول ما وافقت قرر إن هو يعاقبها للمرة الثالثة، ويحاول يسلط الإرهابيين على هلال ده علشان يقتلوه، ويبقى هو بريء، ما يبقاش قتل أخوه ومين وحبيب بنت أخوه. وبالفعل العصابة دي أو مجموعة الإرهابيين حاولت تتخلص منه، على أساس إن هم واحد منهم، وحاول يخرج بره الجزئية بتاعتهم. وأول ما جت تقرب منه بالفعل ضربته وطعنته في دراعه بدل قلبه، بدل ما الخبطة تيجي في قلبه بالخنجر اتطعنت في دراعه. ونجمة كانت هتموت من القلق عليه، ولكن تم علاجه. وأول ما اتعالج نجمة قررت إن هي تاخد هلال وتاخد أمها المريضة وتهرب من المملكة علشان تخلص من عمها، وتخلص كمان من اللي حواليه. اللي هو انت خلاص انت خدت السلطنة، وخدت الفلوس والذهب بتاع أبويا، وخدت كل حاجة، سيبني بقى أنا كمان أعيش. وهربت من القصر وعاشت حياتها مع هلال المجرم سابقا في نظر عمها، أو في نظر القصر.
وخدت أمها وعاشت حياة بسيطة جدا. بنت السلطان بقت بنت بسيطة جدا عايشة في حارة. ممكن تكون كلمة حارة كلمة كبيرة قوي على المكان اللي هي كانت ساكنة فيه، ولكن كانت عايشة حياة سعيدة جدا، ومعاها أكتر من الفلوس، معاها راحة البال والحب. شكرا جدا.